ملاحظين الفترة دي اهتمام كبير بتعليم اللغات من كل الشباب. وحاليا الكلام كتير عن السفر، وكورسات تعليم اللغات بقت مهمة جدا في الشغل، وكل البرامج والبودكاست بتتكلم عن تعليم اللغات الجديدة. تعال بقى أعرفك على أهم 5 لغات للتعليم في العالم في 2024. أول حاجة اللغة الإنجليزية، بيتربع على القمة اللغة الإنجليزية، والإنجليزي هو اللغة العالمية الأولى، وبتعتبر لغة التكنولوجيا والعلم والأعمال، وتقريبا بتفتح لك أبواب لأي مكان في العالم، سواء بتدور على فرص شغل أو بتفكر تسافر أو تدرس. تعليم الإنجليزي هو أساسي ومفيش غنى عنه في 2024، ومهم جدا لأي حد عايز يكون جزء من العالم الحديث. يعني تعليم اللغة الإنجليزية ما بقاش رفاهية، ده بقى لازم جدا ومهم جدا في حياتك عشان تعرف تواكب السوق. وتاني لغة معانا وهي اللغة الألمانية. ألمانيا دلوقتي واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم، وكل دلوقتي بيسعى للهجرة لألمانيا علشان قوة اقتصادها، تعتبر بوابة لفرص عمل كتير. كمان الشركات الألمانية بتطلب دايما موظفين من خارج ألمانيا، وتعليم الألماني ممكن يساعدك انك تدخل جامعات كبيرة بفرص تعليمية مميزة. كمان لو مهتم بالهندسة والطب والتكنولوجيا، اللغة الألمانية اختيار قوي في 2024. ده غير فرص الألماني المتوفرة بكثرة لمجرد انك بتمارس اللغة الألمانية. وفي المرتبة الثالثة اللغة الفرنسية. بس ليه الفرنسية؟ لانك مجرد ما تتعلمها هتقدر تتواصل مع اكتر من 300 مليون شخص في العالم، واللغة نفسها ليها حضورها في مجالات زي الادب والفن والازياء والعلوم الانسانيه. ده غير انها بتفتح ابواب كتير في الدول الافريقيه اللي بتعتمد اللغه الفرنسيه كلغه رسميه، وده بيضيف لمميزاتها في مجالات البيزنس والعلاقات الدوليه. في المركز الرابع بقى لغه المستقبل، الصينيه. الصين مش واحده بس من اكبر الاقتصاديات في العالم، لكنها كمان بتقود التطور في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجاره الالكترونيه. تعلم الصينيه في 2024 مش مجرد خطوه لتطوير مهاراتك، لكنه كمان ممكن يكون بوابه عمل قويه وتفاعل مع أكتر من مليار شخص. لو حابب تبقى جزء من الاقتصاد العالمي المتطور، اللغة الصينية لازم تكون في خطتك. وأخيرا اللغة الأسبانية. في المركز الخامس والأخير عندنا اللغة الأسبانية. في 2024 إنك تتعلم اللغة الأسبانية ده هيساعدك إنك تتواصل مع أكتر من 500 مليون شخص، خاصة في أمريكا اللاتينية اللي بقت أسواقها الاقتصادية ناشئة بقوة. ده غير إنها بتفتح أبواب للعمل والسفر في أسبانيا والمكسيك والأرجنتين، وكمان بتتعلم اللغة دي بسهولة شوية عن باقي اللغات، ده اللي بيخليها اختيار مميز للناس اللي عايزة تضيف لغة بسرعة. ده غير مجالات الشغل والدراسة اللي متوفرة بشكل كبير جدا. قولنا هتختار أنهي لغة في خطتك عشان تتعلمها الفترة الجاية، واستنونا كل جمعة في توب 5.